جات لي دعوه من صاحب المكان دوت ان انا اروح اجرب من عنده الحلويات، ولو الحاجه عنده حلوه اعمل له فيديو، لو الحاجه وحشه ولا كني جيت. وبما ان حضراتكم بتشوفوا الفيديو دلوقتي يبقى كده الحاجه عجبتنا. طبعا كل الناس في منطقتهم عارفه ان هو من اوائل الناس اللي عملت الايس رول في مصر كلها، ومن اوائل الناس اللي عملت الوافل في شبرا الخيمه، فدي حاجه تحسب له جدا ان هو اقدم واحد في الشغلانه ديت. ودقت من عنده الايس كريم كان تحفه وجميل، وهتحقنه الانسولين لو انت هتجرب من عنده الطاجن دوت. وانا ما بحبش التشيز كيك او بصراحه، بس عجبتني من عنده وكانت خفيفه. وتعالوا بقى نشوف الحاجه عنده ريل ولا فيك. وانا قلت بقى دول بان كيك من عنده، وكان طعمه جميل جدا، بالذات ان هو كان مستوي من ناحيتين والشوكولاته اللي محطوط عليه خام. وانتوا لو هتسالوني بالنسبه لي ايه اللي يميز محل حلو عن التاني، طبعا مش العجينه، لان كل ده بيتدارى وما بيبانش قوي، غير الخامات زي ما انتوا شايفين ان الخامه عنده تقيله والشوكولاتات تقيله، وديت اللي يميز اي محل حلويات عن التاني. وده بالنسبه لي وده رايي الشخصي. فقلت افصل بقى كده بشويه ميه عشان نعرف نخش على بعده. وعجبني قوي الاختراع اللي عامله دوت، واسمه بوكس الدرمغه، وب 65 جنيه.